صباح الخير او مساء الخير في الوقت اللي انت بتتفرج عليا فيه. انا النهارده في دبي مول، جاي اكل في مطعم اسمه البيك. المطعم ده من المطاعم المشهوره جدا جدا في السعوديه. اول مره يطلع بره السعوديه طلع في البحرين، ودي تاني دوله يفتح فيها الامارات. هو موجود في دبي مول. طبعا انا سمعت عن البيك من فتره قصيره، واسمع طبعا كتير عنه، ولكن ما جربتوش ولا عمري جربته، لان علشان تجربه في ناس بتسافر مخصوص السعوديه عشان تاكله، لان كل دوله بتبقى مشهوره بمطاعم معينه فيها. ولما هنجرب البيك هنديلكوا التفاصيل بالظبط وايه اللي حصل معانا. طبعا في فيديو انا شفته الواحد اول ما استلم الاكل سجد، مشيت ورا الفيديو ده عشان اعرف هو سجد ليه، فاكتشفت ان كان قبليه تقريبا 400 او 400 وكسر، لحد ما استلم الاكل عدى عليه ساعتين. فانا هقول لكم تجربتي من اول ما اخش دبي مول واقف في الطابور، هاخد قد ايه وقت لحد ما اطلع من الطابور وما اعمل الاوردر، وهشوف هياخد قد ايه وقت من ساعه ما اطلب الاوردر لحد ما استلمه. في دبي اللي يقلع ديت يدفع 3000، يعني لو عملت كده وحد شافني وقفني ويدفع 3000 درهم غرامه. 3000 درهم. اكتر مول بتوه فيه في حياتي على فكره دبي مول، اكبر مول في العالم، ولسه بيتعمل له اكستنشن تاني. البيك احنا هنبدا من مكان تاني اصلا، يعني احنا مش هنبدا من قدام البيك، احنا هنروح في مكان احنا لسه هنستنى فيه ومش عارفين. ده اوكي. طيب اي ثينك ان احنا هنخش من هنا. قبل ما نخش بس عايز اقول معلومه صغيره. قدام البيك طبعا هم واخدين كل المساحات الممكنه علشان يقدروا يخلوا الناس تقف، وبعدين خلص الاماكن كلها فحاولوا يعملوا اكستنشن في مكان تاني علشان الناس تقف فيه، وبعد كده ينقلوا الناس من هنا، كل ما حد يتحرك يبتدوا ينقلوها من المكان ده للمكان التاني. دلوقتي احنا هنشوف الساعه ونبدا بالستوبوتش، نشوف بالظبط هنقف قد ايه من اول ما نبدا. ده الستوبوتش تمام. الساعه 7:19 و5. نبدا يلا بينا. طبعا كل واحد ليه علشان التباعد الاجتماعي في دبي بصراحة بيهتموا بالحاجات ديت جدا جدا جدا. من وجهة نظري الدنيا بتتحرك بسرعة جدا. عندنا تقريبا 25% في 5 دقايق. انا شايف اللي متبقي قد اللي راح مثلا مرتين او 3 كمان. في الاستاف كتير جدا. كل ده ثانية عشان بس ندي كل حاجة حقها. معلش احنا وقفنا في الانتظار بالظبط عشان بس الناس اللي بتقول 2 و3 والكلام ده. من اول ما ابتديت الطابور لحد الاوردر 15 دقيقة، ودلوقتي 20 دقيقة لحد ما استلمت الاوردر. من ساعة ما وقفت الطابور لحد ما استلمت الاوردر. هروح اجرب واقول لكم دلوقتي. طبعا انا طلبت المنيو كله اكيد. نبدأ بقى فتح الاكل.
الدنيا للتشيز. البرجر من غير تشيز ما يبقاش برجر ايا كان بقى، تشيكن. اوكي، اول حاجه الهالوبينو فوق عشان احنا طلبناه طبعا سبايسي، وبعد كده تشيز، وبعد كده تشيكن بيكلد تشيز تشيكن، وتحت صوص انا مش عارفه ولكن هنجرب. ممكن نقرب بس عشان نسمع لو في قرمشه او حاجه، لان هم بيقولوا ان هو بيقرمش وكرانشي جدا. مش قادر اقول الطعم، لازم ادوق تاني. وجهة نظر الشخصية اللي ما تخصش غيري، طعمه عادي جدا 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 جدا. التشيز طعمها حلو جدا، والتشيز مغطية على التشيكن. لحد دلوقتي انا ما حسيتش بطعم التشيكن لحد اللحظة دي. هل ده بسبب السبايسي؟ مش عارف، بس انا هاخد واحد تانية عشان اقول رأيي انا الشخصي. انا على نفس رأيي بالنسبة للبرجر. برجر عادي جدا. افتكر سعر البرجر ده 7 درهم ونص. اوكي، بالنسبة لي برجر عادي جدا. جرب دي وفيها الصوص ديت. دي صلصة بالثوم، ودي صلصة مسحب، ودي صلصة بالثوم برضو اعتقد، صح كده؟ ايوه، كله بالثوم ومسحب. نجرب بقى التشيكن ديت. نجرب الاول بالخلطة المسحب. هي كرانشي كرانشي. الحار فيها حار، طعم حلو مظبوط. الكرانش فيها مظبوط، وطعم التشيكن ناجتس كمقارنة بالناجتس طعمها حلو، طعمها حلو. والصوص ده انا يعني لحد دلوقتي ما عرفتش هو ايه، ولكن هو الحار مغطي على كل حاجه. بالنسبه للناجتس طعمها حلو مقارنه طبعا بالناجتس. السبايسي فيها مظبوط، الكرانش فيها مظبوط قوي، يعني ما ينفعش تبقى اقل من كده ولا ينفع تبقى اكتر من كده. اوكي، نجرب البطاطس برضو. بالنسبه لي عاديه جدا جدا جدا. اجرب التوميه بتاعتهم. التوميه قويه، كأن التوميه بتاعت الهوم ميد بجد، يعني مش التوميه اللي هي بتبقى سايبه، توميه تقيله، طعمها حلو قوي. تمام، نجرب الجمبري. بس هو ليه الصوص بتاعه، صوص مكتوب عليها صلصه كوكتيل اهيت، ودي صلصه كوكتيل برضه. نجرب الجمبري. الجمبري طعمه حلو، الجمبري طعمه حلو، الكرانشي فيه حلو، ما بيشدش، مستوي مظبوط. الصلصه طعمها حلو جدا، اعتقد هي مايونيز على كاتشب، والسبايسي فيه مظبوط جدا برضه، مش سبايسي قوي، يعني الناس اللي هي ما بتقدرش على السبايسي قوي تقدر تاكله. بالنسبه لي الجمبري هو افضل حاجه تقريبا في الاكل كله. يجي وراه الناجتس اللي هي بيسموها مسحب، واخر حاجه البرجر. بس بشكل عام مقارنه بسعره هو فاليو فور ماني، يعني هو كويس جدا على سعره. عايز اقول رايي الشخصي في اكل البيت. بالنسبه لسعره مفيش حاجه بالسعر ده ابدا، فانت لو جبت حاجه بالسعر ده اكيد 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 مش هتكون احسن من كده، يعني عشان كده انا اعتقد هو على سعره يمكن يكون افضل حاجه. لكن بصراحه كمقارنه بالمطاعم التانية، انا يعني لو انا قلت مثلا مقارنه بكنتاكي وماكدونالدز وبرجر كينج، الحاجات اللي هي تقريبا زيه يعني نفس الكاتيجوري، لا هو للاسف يمكن يبقى في اسفل القائمه.
معرفش هل يمكن انا جيت يوم الدنيا مش مظبوطه فيه، هل مثلا الطعم في دبي غير الطعم في السعوديه، معرفش، ولكن دي تجربتي الشخصيه وحبيت اوصلها لكم زي ما انا حسيت بيها بالظبط وزي ما جربتها يعني. يلا اشوفكم في فيديو جديد.